السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا حبيبتي. ربنا يجازيك خير علينا يا رب واياكم. لو سمحت يا دكتور، انا زوجي واخوه شركاء في محل. جوزك واخوكي؟ واخوه شركاء في محل. فعلمنا ان هو اتجوز البنت اللي كانت شغاله عندنا في المحل فاخوه زعل ووالدته وانا طبعا. مين اللي اتجوز البنت اللي شغاله في المحل؟ جوزي. جوزك اللي اتجوزها؟ اتجوز. كانت بنت حلوه؟ كانت بنت حلوه؟ مش حلوه ولا حاجه. لا لا لا، كانت بتيجي بطقم وبتدلع وانت ما بتتحركيش. يعني لا وجايبه له عصير معاها والحته الخيره المخلله اللي انت مش مهتميه بيها. اكيد. امال يعني هيتجوزها ليه؟ عشان امال هيتجوزها ليه؟ بس بالراحه مع بعضينا. انت استقريتي، خليني اجي عليكي. هو اتجوزها ليه يا دكتور؟ خليني اجي عليكي بس، خليني اجي عليكي شويه. اصل انت واحده من 3 مليار بدم مسكوا البيت خلاص اطمنوا. يغور في ده يا ابن الكلب ده. لا نهتم بيه ولا ندلعه ولا نقول له حاجه ولا نحضر له مفاجاه ولا ندعك له ورا ودنه ولا نقول له بسبس. خلاص البسبسه راحت ايامها. خلينا في الجد بقى، كأن احنا كنا بنهرج بفور ماريج. لا يلا احكي. والله احكي بقى. قولي. انا قلت كل اللي عندي. انا كنت بتقي الله فيه والله يا دكتور. شفتي بقى؟ ما انا لازم اقول لك بتتضايقي الله فيه بتعملي ايه؟ هتقولي لي كلام هقول لك ده مش تقوى الله فيه. يلا لو انت شاطره يلا حاوريني، مش انا بقاطعك. لا حاوريني يا كيكه. حضرتك كل اللي بيطلبه مني كنت بنفذه له. هو ده تقوى الله؟ ما تفرضي راجل مش عارف يطلب، ما تفرضي مش عندوش ملكه التعبير يا بيت ونفسه في حاجات تانية وممكن يكون مكسوف يقولها. جت الدبوره قالتها له، قال ايه؟ ايوه ما كان نفسي في كده بس انا مكسوف. خديته. خديته. هو قال لي ان هو اتجوزها عشان هو بيشفق عليها لان هم حقروها يعني تقريبا في شغل المحل، وكانوا بيرفضوا العرسان اللي بيجوا لها عشان تفضل تشغل عندهم ما تسيبش الشغل. يعني هو اتجوزها عشان ما تسيبش الشغل؟ اتجوزها ما كان ودى لها المرتب وبنقص الشغل. هو يعني احنا مش هنعمل لله الا لما نتجوز؟ لا، ده احنا نعمل لله من غير جواز الله يقطعه الجواز اللي هيجيب النكد، ونعمل لله والبر بره وبعيد الا اذا حكمت الضروره، ودي يقدرها صاحب الضروره. ما عنديش وقت ان انا اشرح فيه، لكن مش اشكال. هو قال وهو برضه غلطان ويقول لك ليه اتجوزها عشان خاطر وعشان خاطر. ايوه انا تزوجتها وهي على راسي وانت على راسي. عايزه تمشي باي باي. مش هنفعل. لا انا انفعلت. انا ممكن اموت في الحكايه دي. هو قال، هو اعترف لي، هو حلف لي. عكا يا عكو عكا. انت راجل اتجوزت ناقص لك جوز، الله يعينك وتجيب ويبقى معاك الاربع عشان يجننوك ويجي العيد وانت في السرايا معايا. خليك راجل. اللي مش عاجبها هي اللي تمشي، ولا تجيب سيره دي عند دي ولا سيره دي عند دي. انت لما تروح عند واحده مالكش الا هي. اتعلم دينك كده، ولا تحط روحك في كلام ولا غيرة نسوان ولا ضرائر ولا برائر ولا الكلام ده. النسوان هتروح النار بسبب الضرائر دي. النبي قال اخته، ما قالش ضر ابدا.